إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها المسلمون، الله عز وجل تعرف إلى العباد بصفات الجلال ونعوت الكمال. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنما هي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إشكالاتنا، همومنا، مشاغلنا، كل ذلك حله بيد ربنا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. كلكم بلا استثناء، كلكم ضال إلا من هديته. لا يخرج من دائرة الضلالة إلا من هداه الله، هداه إلى التوحيد فرفع الحاجات وطلب كشف الكربات من الله رب الأرض والسماوات. كما كان إمام المهتدين رسول الله كان إذا حزبه أمر، حزبه يعني شغله، أهمه، أغمه،
إذا حزبه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. حي حي حياته ليست كحياتنا، لم تسبق بعدم ولا يعقبها عدم، حي لا يموت. ولذلك قال الله لسيد الخلق رسول الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت. الخلق جميعا يموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان. كتب الله الفناء على كل شيء والموت على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت. الأنبياء الكرام، الملائكة العظام، الرسل، الخلق جميعا يموتون، بل حتى ملك الموت يموت. إذا أهلك الله الخليقة يسأل الله تعالى ملك الموت من بقي حيا، فيقول ملك الموت لم يبق إلا أنا وأنت الحي الذي لا تموت. فيقول الله له مت، فلذلك خلقتك. فيموت ملك الموت ويتفرد الله بالبقاء وينادي أين المتكبرون، أين المتجبرون، أين ملوك الأرض، لمن الملك اليوم؟ والجميع مات والجميع خمد والجميع همد، فيجيب الجبار نفسه بنفسه لله الواحد القهار. كلكم ضال إلا من هديته. نريد هداية في ديننا لنموت على الإسلام الذي يرضاه الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا، إسلام جاءنا به رسول الله، إسلام بدأت مسيرته المباركة بقول ربنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، واستمرت حتى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإلى أن قال الله قبل أن يتوفى رسول الله ب5 في سورة البقرة، قبل أن يتوفى نبي الله ب5 أنزل الله عليه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. عقيدة الإسلام، شريعة الإسلام، زواج الإسلام، معاملة الإسلام، سياسة الإسلام، سلم الإسلام، أمان الإسلام، صبغة الله، كما قال الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. نلتزمه جميعا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني التزموا الإسلام كله، شريعة وعقيدة وسياسة وحكما وجهادا. نهتدي لهذا، لا نضل فنلحد، لا نضل فنشرك، لا نضل فننكر شيئا من ديننا أبدا، بل نتمسك بهداية الله ونتمسك بكلمة الله. هذه الهداية لا سبيل إليها إلا بمنة الله أيها المسلمون.
ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روت عنه أمنا عائشة رضي الله عنها يستفتح صلاة الليل بقوله: تذكر أن الذي يقول هذه الكلمات رسول الله، خير من وطئ الثرى، خير من خلق الله وبرى، خير البرايا الذي ما خلق الله خلقا أكرم عليه من عبد الله ورسوله محمد. يا علماء، يا عباد، يا زهاد، يا مجاهدون، يا حفظة، يا حملة العلم، هذا إمامكم رسول الله يستفتح صلاة الليل بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني. من الذي يسأل الله الهداية؟ محمد رسول الله. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نبي الله يسأل الله الهداية، رسول الله من جاء بالهداية، ومن نزل عليه القرآن كتاب الهداية يسأل الله متوسلا إليه بصفات الجلال والعظمة والكبرياء: اهدني لما اختلف فيك، لما اختلف فيه، وأنت في زمن النزاعات والخلافات، خلافات في الدين، خلافات في الدنيا، خلافات في السياسة، أحزاب تتصارع وأفكار تتبارى. في هذه الأجواء الجأ إلى الله، الجأ إلى الله، افتقر إلى الله، أظهر الضراعة والمسكنة بين يدي الله. سل ربك أن يهديك وأنت في سجودك، وأنت في ركوعك، وأنت تقرأ كتابه، سله الهداية وسله الثبات. وكان من دعاء رسول الله: اللهم اهدني وسددني. وكان يدعو بين السجدتين ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، واهدني وعافني وارزقني. تأمل هذه الدعوات: اللهم اغفر لي، وهو المعصوم بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، هو المعصوم يسأل الله المغفرة. فكيف بنا نحن الذين ننظر إلى الحرام ونسمع الحرام ونتكلم بالحرام؟ نحن من باب أولى نحتاج أن يغفر الله لنا، وإن غفر الله لنا فتح علينا أبواب الخزائن، فتح علينا أبواب الرحمات. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إن غفر الله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث القدسي يتجلى لنا غنى ربنا، غنى ربنا. أيها المرضى الذين قال لكم الأطباء لا أمل لبرء أمراضكم ولا سبيل إلى شفاء أدوائكم، أيها الغارمون المدينون، يا من قل زرعك
وكسدت تجارتك. أدعوك أن تستفتح أبواب ربك جل جلاله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، تأمل، تفهم، تدبر. الأول والآخر منذ أن خلق الله الخليقة، أول الخلق وآخرهم، رجالا نساء أطفالا إنسا جنا، بل حتى هذه الدواب وهذه المخلوقات العجماوات تسأل الله. جاء في بعض الآثار أن سليمان بن داود عليه وعلى أبيه وعلى رسول الله أزكى الصلاة والسلام خرج مرة لصلاة الاستسقاء، خرج يصلي بأمته وقومه صلاة الاستسقاء، فمروا على وادي النمل، فرأى نملة استلقت على ظهرها، نملة استلقت على ظهرها ورفعت قوائمها إلى السماء، وسمعها تقول، وكان سليمان يعرف لغة النمل ولغة الطير، سمعها تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن رحمتك، اللهم فاسقنا. فقال لهم: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة تعرفه وتسأله، تعرف الله وتسأل الله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد، في مكان جميع الخليقة وقفت فيه، ثم في لحظة واحدة رفعوا الحاجات إلى الله، ثم سألوني، ثم آتى الله كل سائل ما أراد، والمسائل مختلفات، والحاجات متفننات، والرغبات متنوعات، فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي. الخليقة كلها آتاها الله سؤلها الذي ينقص مما عند الله كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة أدخلت البحر الخضم ماذا تأخذ منه؟ ولذلك صدع الدعاة والناصحون وعلموا الأمة: لا تسألوا غير الله، لا تنادوا ملكا، ولا تستغيثوا برسول، ولا تسألوا صالحا، ولا تسألوا نبيا، بل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وإياك يا عبد الله أن يوسوس لك الشيطان أنك صاحب معصية، وأنك صاحب كبيرة، وإنت بعيد من الله، وإنت دعوتك ما بتستجاب. إن قال لي كده الشيطان أقول له: أنت يا عدو الله سألت الله فأعطاك، أنت ما قلت ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال الله لك: إنك من المنظرين. والمشركون في البحر سألوا الله مخلصين له الدين فنجاهم من الكرب وآتاهم سؤلهم وأنا عبد الله. ولذلك بعض السلف وهو يقرأ قول الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ده ليه فرعون يا جماعة. كان العبد الصالح قتادة رحمه الله يقول:
إذا كان هذا فعلك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف يكون فعلك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ إذا كان من قال أنا ربكم الأعلى توصي النبيين الكريمين أن يترفقا به في الخطاب فقولا له قولا لينا، فكيف بمن سجد لله وقال سبحان ربي الأعلى؟ والله الأمة كلها وأمتنا السودانية خاصة بحاجة أن تصدق في طلب الفرج من الله، أن تصدق في طلب المنة من الله، يبصرها في دينها، يبصرها في دنياها، لتعصم الدماء، لتصان الأنفس، لتصان الأعراض، لتسلم الأمة من المخدرات، لأن النفوس إذا عرفت ربها لن تغيب هذا العقل بمخدر أبدا، لكنها عند الجهل والغفلة والغرور تغيب العقل وهو نعمة من الله بمخدر الآيس وغيره، وتكون الهلكة ويكون الضياع. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. طاعاتنا لأنفسنا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين، أصلح حال بلادنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نجنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.